انا مش ببيع لك، انا بنصحك. وفي الفيديو ده انا عايزك توضح لنفسك الصورة كويس جدا وانت بتتعامل مع حد بيرشح لك عقار. هل بتتعامل مع مستشار عقاري ولا مجرد سمسار؟ لان المستشار العقاري هو اللي بيرشدك لايه اللي يكسبك، وعنده ادوات بيقدر من خلالها يحسب لك الار او اي والار او اي على الاستثمار، كمان بيحسب لك الاي ار ار. ودي ادوات استثماريه بتقدر من خلالها تعرف انت رايح فين وجاي منين. كمان بيوجهك للمناسب ليك مش للاكثر من ناحيه العموله، ولكن على الجانب التاني في ناس تانيه بيوجهك للي هيكسبه اكتر، او بيوجهك لبس حاجه حد قال له عليها مديره، بيردد معلومات او بيردد كلام هو ما عندوش خلفيه عنه، او ما عندوش من التجارب ما يكفي ان هو يبقى فاهم قيمه استثمارك قد ايه مهم ومؤثر. فعلشان كده وانت بتختار تستثمر في العقارات دايما بنقول للناس اختار هتتعامل مع مين، او مين اللي هيرشدك، او مين اللي هيوجهك. لان هو عارف السوق كويس، وهو من المطبخ، وكل شغلانة فيها الخبايا بتاعتها، فبيقدر ينقل لك الصورة المظبوطة اللي تكسبك. لو انت بتتعامل مع حد مستشار عقاري امين فاهم في الشغلانة، يعني حابب ان هو يفيد ويساعد الناس، وفي نفس الوقت يفيد ويستفيد. فلو انت بتستثمر في العقارات بشكل جديد، او بتستثمر بقالك فترة ومحتاج للمشورة والمساعدة، استعين بمتخصص عنده الادوات الاستثمارية اللي تساعدك وتفيدك.